كده تمام. مساء الخير يا شباب، اهلا بيكم كلكم. طيب الحمد لله الصوت واضح. ماشي، خلوني في الاول برضو في الاول طبعا برحب بيكم وبكون ممتنه جدا لكل حد بيحضر. ودايما بحاول ان المحاضره المجانيه اللي هي ممكن تكون مدتها ساعه او ساعه ونص تكون باقصى استفاده، ان انتوا فعلا واخدين من وقتكم وداخلين، فانا بقدر حاجه دي جدا والله، واللي متابعني عارف ده كويس. ان انا بهتم جدا ان اي سيشن لينا او اي محتوى مجاني يكون فيه فاليو، لان هو بياخد من وقتك. يعني معنى انه مجاني فهو بياخد من وقتك، ودي وقتك ده ليه قيمه برضه. فانا مدركه الحاجه دي كويس جدا. فلو حد اول مره بيحضر معانا ان شاء الله هكون كده في انتظار الفيدباك النهائي منه بعد ما نخلص. وان شاء الله تكون محاضره مفيده، واحنا دايما لينا تقريبا كل شهر بيبقى فيه محاضره نتكلم فيها عن حاجه معينه. لو حد بيحضر معايا لاول مره، ناس جديده مشرفيني، فاحب اعرفكم بنفسي. انا جيلان محمد، بقدم محتوى تعليمي في مجال الديجيتال ماركتنج. يعني انا شغاله فيه بقالي عدد كبير من السنين، اكتر من 6 7 سنين. وبدات كمان كترينر يعني. وبقدم محتوى تعليمي على كل المنصات من يعني سنتين سنتين ونص تقريبا. فالخطوة الأخيرة بقى اللي أنا بعلن عنها، واللي عاملة عشانها السيشن بتاعت النهاردة بإذن الله، هي اللي أنا عاملة لكم شير عليها، وهي المنصة بتاعتي. المنصة دي أنا شغالة عليها بقالي فترة كبيرة قوي بصراحة. أو إيه الهدف منها إيه، أو أنتوا ليه داخلين تحضروا المحاضرة؟ علشان خاطر أنا كنت بقدم محتوى تعليمي. لو في حد معانا من الناس اللي متابعيني اللي مشرفيني دايما، أهلا بيكي يا أسماء. فهم متابعين المحتوى، فكده ممكن يكتبوا لنا كده في الكومنت عشان الناس الجديده تبقى فاهمه برضو وعندهم فيدباك عن المحتوى. المحتوى ده انا بقدمه بقالي اكتر من سنتين على السوشيال ميديا: الفيسبوك، انستجرام، يوتيوب، التيك توك. بس التيك توك انا يعني مش من هواته قوي برضو. فبنقل المحاضرات المجانيه. طيب المحتوى ده كله الحمد لله. وزي ما بقول لكم كده، لو في حد من الناس اللي متابعاه يكتب لي كده رايه كان في المحتوى ده ايه، عشان الناس الجديده تبقى عارفه. المحتوى ده الحمد لله كان بيقدم فاليو وبيساعد ناس كتير. بس طبعا زي ما انتم عارفين السوشيال ميديا مش منصه ومش مكان لحفظ المحتوى ده غير ان كان بيعوز حاجه علشان يتعلمها او يرجع لموضوع انا قدمته، بيتوه، بيبقى مش عارف. ما هي الحاجات اللي اتقدمت من سنه وسنتين خلاص ما بقى لهاش وجود على السوشيال ميديا. خلاص يعني ما بتظهرش بسهوله. فلو في حد كان شاف حاجه او حتى فيديو يوتيوب نزل، فهو جاي نوتيفيكيشن وقتها، بعد كده خلاص الحاجه بتتوه. وهي كانت بتبقى مفيده، وانا ساعات كان يجي لي رسائل كتير: شفنا فيديو كذا عايزين نرجع له. او كنت منزله سلسله تعليميه ان انا بقدم سلاسل تعليميه كتير، او كنت مقدمه سلسله تعليميه عن حاجه معينه مش عارفين نجمع البوستس بتاعتها تاني. فالمنصه بقى عملت عليها، احنا هنستعرض المنصه بالتفصيل. بس ليه انا بقول لك الكلام ده؟ عشان انت تقدر تذاكر ايه بسهوله وتوصل له بسهوله. والموضوع كله زي ما انا كاتبه لكم، ده العنوان الرئيسي اللي بتاع المنصه، اللي هو فيه الديجيتال ماركتنج. فانت لو مهتم بالديجيتال ماركتنج، هتقدر المعلومات الموجوده والمحتوى المجاني يساعدك بشكل كبير جدا، وهتبقى عارف ايه التوبيك اللي انت بتقراه، ايه العنوان اللي انت داخل عليه بمنتهى السهوله. فتقدر تقرر انت هتذاكر في ايه، هتعمل ايه، المجال مستهويك ولا لا. لان حتى لو انتم متابعين جروب الواتساب، جه مثلا سؤال النهارده او امبارح مش متذكره، بيسال اصلا ايه هو الديجيتال ماركتنج. فكل ده انا عامله بيه سيشنز كتير وفيديوز كتير ومحتوى كتير. فيلا بينا كده بسم الله نستعرض بالراحه. اول حاجه عندي مهمه، زي ما احنا قلنا ان المنصه هتفيدك لو انت مهتم تتعلم ديجيتال ماركتنج وتدخل مجال الفريلانس. دي حاجه اساسيه، لان الديجيتال ماركتنج من المجالات اللي بتؤهلك ان انت تشتغل فريلانس. هتيجي برضو تقولي طب انا اول مره احضر معاكي، او انا يعني انترستد ان انا اعرف، بسمع ان حاجه اسمها ديجيتال ماركتنج وبسمع عن حاجه اسمها فريلانس، بس انا مش عارف كل ده. هقول لك ما تقلقش، كل ده انت هتقدر تلاقيه على المنصه وبالتفصيل. هتلاقيه كمحتوى مكتوب ومرئي، تذاكره براحتك، تشوفه براحتك، وبعد كده تاخد خطواتك واجراءاتك اللي انت عايزها. فبسم الله كده وخلونا نبتدي بالمكتبه المجانيه. طبعا هبعت لكم لينك ال ولو عايزين تتابعوا معايا خليني احط لكم برضو لينك الموقع على الشات، لو حد عايز يتابع يعني يبقى شايف معايا ومتابع، خليني احطه لكم دلوقتي. ادي كده لينك المنصه عندكم لو حد عايز يدخل عليه برضو، بس يعني ايه خليكم معايا. طبعا هي مقسمه لكورسات، خدمات. دي خدمات اداره. لو حد معانا من الحضور اللي عنده بيزنس، دي كل الخدمات اللي بنعملها
في اداره السوشيال ميديا، هنتكلم عنها بالتفصيل، والمكتبه المجانيه، ودي اللي انا عايزه ابدا بيها. المكتبه المجانيه دي قسمتها لك لايه؟ ان انا كل همي دلوقتي ان انا اعرفك على المحتوى المجاني اللي يقدر يفيدك، علشان لو حابب تشترك في المدفوع تبقى انت فاهم واخد قرار صح. انا دايما ما بدعوش الناس ان هو ادخل اشترك في محتوى مدفوع، لا، انا بقدم لك محتوى مجاني كبير تقدر تذاكر وتبدا منه، وتقدر كمان تقرر هل انت حابب فعلا تكمل في حاجه ولا لا، عشان لما تدفع اي قيمه تبقى انت متاكد اصلا ان انت عايز المجال، ومتاكد من جوده المحتوى اللي انت هتاخده من على المنصه. فدي المكتبه المجانيه. هتلاقي المكتبة المجانية عندك مقسمة لمحتوى مكتوب، طبعا ده اللي هو كلام كتابي، ومحتوى مرئي. يلا بينا ندخل كده ونشوف، وهتلاقي والله يعني انا بذلت فيها مجهود كبير جدا. يعني انا بقالي كذا شهر شغاله على اعدادها وتنزيل المحتوى عليه. انتوا كده المفروض المحتوى المكتوب قصادكم. هتلاقي المحتوى المكتوب ده مقسم لايه؟ برضو اساسيات في التسويق. ليه بقى اساسيات في التسويق؟ لان ناس كتير بتتعامل مع الديجيتال ماركتنج فاكرين ان ده كده حاجه لوحدها، تسويق الكتروني، فانا مش المفروض ان انا اكون دارس تسويق او انا فاهم تسويق. لا، ده مفهوم غلط. وعلشان كده انا عامله لك قسم كامل في المكتبه المجانيه اسمه اساسيات التسويق. هتدخل هتتعلم منه وهتستفاد تسويق. لان انت لما بتدرس التسويق الالكتروني اللي هو الديجيتال ماركتنج جزء من الماركتنج، فانت لازم تبقى فاهم ماركتنج في الاساس. فعشان كده عشان تنجح في التسويق الالكتروني، تمام، فهتلاقيني عامله لك هنا ليست كامله او قسم كامل باسم اساسيات التسويق. وطبعا ندخل هنا ده لسه يعني اكتشف ده هو اللي ظاهر، بس هنا اكتشف المزيد ده هتدخل تلاقي. هتلاقيني عامله لك سلسله كامله عن الخطه التسويقيه. ندخل كده مثلا، يعني ده اخر حاجه منشوره فيه، ده مثلا تمبلت جاهزه للخطه التسويقيه. لو عايز مواقع تساعدك في خطه تسويقيه بعد ما شرحتها بالتفصيل، يعني ده الدرس الاخير فيها. دي مواقع عليها مثلا كذا تمبلت تقدر تدخل وتشوفهم وتختار اللي مناسب ليك، جمعتهم لك وسهلت عليك الدنيا. تمام. نرجع تاني كده للليست بتاعتنا من بره. هتلاقي بقى قبلها كانت ايه الخطه التسويقيه كلها بالعناصر بتاعتها. لو دخلنا كده على اكتشف المزيد، والدنيا بقت منظمه، كل عنوان تقدر تشوفه بالمعنى بتاعه، استراتيجيه التسويق، كل حاجه، تحليل البيئه الخارجيه، موقع ليه تحليل المنافسين، كل حاجه خاصه. طيب، فهتتعلم فيها اساسيات التسويق، والحاجات دي على فكره هيتعمل لها ابديت، يعني ده اللي نازل لحد دلوقتي. فالدنيا منظمه. هنروح نستنى يا شباب على الاسئله، انا هبص على الاسئله. حلو قوي. كل ده موجود فين؟ انا بعت يا غدا اللينك بتاع الموقع، وانت ما خدتيش بالك ولا ايه؟ استني احطه لك تاني. انا هسمع اي استفسار كده، اللينك يا غدا عندك. انا هسمع اي استفسار سواء بخصوص المنصه او لو حد عايز يسال سؤال على فكره في العام. فخليكم معايا نمشي خطوه خطوه. انا هحاول ما اطولش والله على قد ما اقدر، علشان لو حد عنده استفسار بخصوص المنصه او استفسار ليه في العام ارد عليه. طيب، ندخل بقى على الكونتنت ماركتنج، وده اصلا تخصصي الاساسي واللي بدات بيه. بس بمرور الوقت طبعا وزياده الخبره بقيت الحمد لله بشتغل يعني حاجات كتير جدا داخل الديجيتال ماركتنج. نيجي بقى للتسويق بالمحتوى. هتلاقيني بقى عامله لك كل حاجه ممكن تكون محتاجها بمعنى الكلمه. اعلان ما حققش المبيعات ممكن يكون إيه السبب؟ محتواك ما تنشروش الا بعد خطوات معينه. اكتر الاعتراضات، تعالوا كده مثلا نشوف ده اللي بتمنع العمله من اخذ الاكشن، اكشن الشراء. تلاقيني كاتبه لك كل حاجه وبشكل منظم، وكل حاجه حلها ايه. ولو في حاجه مربوطه بفيديو ممكن تشوفه، ببقى حاطه لك لينك الفيديو. فانت العنوان اللي انت تشوف ان انت محتاج البوينت دي او النقطه دي تقدر تدخل وتشوفه. يلا بينا عشان لسه هنستعرض المحتوى المرئي في كل حاجه. طيب، الكونتنت كاليندر ازاي تعملها؟ الدرس ده كان مهم جدا. لو حد مهتم بالتسويق المحتوى شغال في الموضوع ده هيقدر يدخل هنا، هيبدا يعرف الاول يعني ايه اصلا الكونتنت كاليندر، وبتتكون من ايه، احط فيها ايه، وايه إيه المنفعه بتاعتها، وازاي انشئ تمبلت اشتغل عليها. خد بالك ان انت تقدر تنشئ تمبلت عن كل ده. تمام. كل ده انا كاتبه لك بالتفصيل. طيب، خلصنا درسنا وشفنا، وطبعا اكتشف المزيد هنلاقي بقيه الدروس. طيب، الديجيتال ماركتنج بقى، لو حد دلوقتي لسه بادئ معانا مشرفني كده ولسه داخل جديد جالي، طب حلو قوي اللي انت بتقوليه ده، بس انا لسه اصلا مش عارف يعني ايه ديجيتال ماركتنج، فما تدخلينيش في النص بقى معاك وكده، لا انا عايز ابدا من الاول. اقول لك حاضر بالراحه، كل حاجه موجوده وانا هبقى معاك ستيب باي ستيب اصلا عشان تاخد اكتر استفاده، سواء من المحتوى المكتوب قصدي المجاني او المحتوى المدفوع.
طيب ايه الديجيتال ماركتنج؟ هتيجي تقولي طب ابدأي معايا بالراحه بقى من الاول. ايه هو الديجيتال ماركتنج؟ هقول لك حالا، ثواني. هنبدأ كده تعالوا كده ندخل نشوف هنا كل المحتوى اللي عليه. ايه الوظائف الموجوده في الديجيتال ماركتنج؟ هتلاقيني مقسمه لك على جزئين. ادي الجزء الاول، ايه هي الوظائف. بدات اقول لك كل وظيفه تعرفها والمهام بتاعتها، فانت كده هتبدا تفهم، تقول لي اه والله يعني الشخص اللي التايتل بتاعه كذا دي مهامه. اه، كل حاجه كاتب المحتوى مهامه ايه بالتفصيل. السوشيال ميديا سبيشالست ايه مهامه بالتفصيل، كل حاجه مهامها ايه بالتفصيل. طيب هتيجي بعد وبعد كده قالوا لك ايه، انت قريت عايز معلومات اكتر، تقولي طب ماشي انا والله الكلام ده عجبني كمحتوى مكتوب كده، بس انا عايز احس ان في حد بيكلمني كده وايه بيشرح لي. اقول لك ما تقلقش، في محاضره او فيديو كامل على اليوتيوب بشرح فيه الوظائف دي بالتفصيل، شرح بقى، وفي ماتيريال ليهم بشرح لك فيه وكلام قصادك. مش مطلوب منك غير ان انت تدوس كده على اللينك ده، هيفتح معاك الفيديو التفصيلي هيشرح لك كل حاجه بالتفصيل. لو انت عايز شرح اضافي، يعني انت قريت المحتوى المكتوب وفهمت بس قلت لي لا برضو انا عايز الفيديو كده حد يشرح لي افهم اكتر، عشان اشوف انا انترستد باللي انت بتقدميه ده، ولو عايز اشترك في حاجه مدفوعه تمام ولا لا، واكون كمان شفت طريقتك في الشرح، هقول لك حقك مفيش مشكله. بدوس على اللينك، يبقى ده الجزء الاول من الوظائف. تسلمي لي يا مها، ربنا يبارك لك. يلا بينا، ده الجزء الاول من الوظائف. الجزء الثاني، خلاص الجزء الثاني دخلنا الجزء الثاني. انت لسه جديد في المجال، مجمعه لك كده ممكن تكون بتسمع مصطلحات في الديجيتال ماركتنج، كل مصطلح ومفهومه وتعريفه بالتفصيل. تمام. طيب ده غير هنا، بصوا انا عيني جابت على الجنب كده هنا حاجات كتيره قوي في التسويق بالمحتوى. ازاي تكتب محتوى للعقارات، ازاي تكتب عناوين مؤثره باستخدام ادوات الاستفهام، باستخدام التجارب الشخصيه. انا والله عيني جت على الحاجات دي، انا منزلاها من فتره. طيب انا بس باخد اوفرول سريع كده. ماشي، فده كده ايه الديجيتال ماركتنج. هتيجي هنا اهو بعد كده الفريلانس. هتقولي طب ماشي، ما انت بتقولي ان احنا مهتمين بمجال الفريلانس. ايه هو بقى الفريلانس؟ عشان انا ما اعرفش بقى، فانا عايزه افهم. اقول لك حاضر، معاك خطوه خطوه. بص، اول حاجه اهي، يعني ايه فريلانس؟ العنوان بيوضح لك بسهوله، بدل ما انت كنت تايه في صفحه الفيسبوك واكونت الانستجرام وبنجيب بوست من الشرق على بوست من الغرب. يعني ايه فريلانس بالتفصيل؟ بالتفصيل. وخد بالك والله يعني انا ربنا يتسلم، والله انا يعني انا فعلا الكومنتس اللي جايه على الشات دي بسطاني جدا جدا، بس عايزه اخلص لكم علشان اخد اسئلتكم. عايزه اخلص ما اطولش يعني، عشان لو حد عنده استفسار. وهتلاقي والله بجد. وزي ما بقول لكم يعني، لو حد حاضر معانا يقول لي وكان بيحضر قبل كده يقول لي رايه في المحتوى اللي بيتقدم، هتلاقوا ان كل المعلومات اللي انا كاتباها هنا تفصيليه، يعني هتقرا هتفهم. هتيجي تقول لي يعني ايه فريلانس اصلا؟ مش كل الناس عارفه الكلام ده، وعادي جدا ما فيهاش اي مشكله. انا واحده كنت بشتغل فول تايم لمده 10 سنين اصلا، ودخلت مجال الفريلانس ما كنتش عارفاه على فكره، يعني كنت اسمع عنه بس ما كنتش فاهماه. عادي جدا ما فيش اي مشكله، دخلت وعرفت، وكانت الدنيا وقتها اصعب شويه، فدلوقتي بقت سهله جدا، فعادي جدا تكون مش عارفه، ما فيهاش اي مشكله. بس اتعب شويه، وانا مش مخلياك تتعب والله في ان انت تعرف هو ايه. تمام. هتقرا طب ايه المجالات. انا مش كاتبه لك على فكره مجال الديجيتال ماركتنج فقط وغصب عليك ان انت لازم وحصرها في الديجيتال ماركتنج عشان تستمر معايا، لا. انا كاتبه لك مجالات كتير براحتك. افرض انت عرفت مجالات الفريلانس، فكده جيت قلت لي تمام ماشي جدا، بس انا عايز مجال تاني خالص اللي انا انترستد فيه ملوش علاقه بالديجيتال ماركتنج، بس حاجات تنفع فريلانس، اقول لك مفيش مشكله، انا كاتبه لك كل المجالات وانت ليك حريه الاختيار. والله قررت تكمل في الديجيتال ماركتنج، يبقى اهلا وسهلا بيك معايا، هتشرفني. حابب مجال تاني، انت كده برضو انا بالنسبه لي ان انت استفدت ان انت عرفت عايز ايه، دي كده حاجه بالنسبه لي تبقى كويسه جدا. فدي المجالات. ايه المهارات اللي لازم تكون عندك؟ خد بالك انت عشان تنجح في مجال الفريلانس لازم يكون عندك آه خليك معانا يا احمد، انا هوضح لك كل حاجه من داخل المكتبه. احمد بيقول انا اول مره اسمع، هتعرف كل حاجه باذن الله. لازم يكون عندك مهارات علشان تنجح في المجال ده، كبها لك هنا علشان خاطر ايه. مش عيب يا جماعه ان الواحد يحس ان في حاجه مش ملائمه ليه، يعني ممكن في مهارات معينه لازم تكون عندك عشان تنجح كفريلانس. منها حاجه اسمها اداره الوقت، مهاره البحث، مهاره التفاوض، مهاره التسويق الشخصي، مهاره تطوير الذات. كل دي حاجات لازم تشتغل عليها، لان البعض بيجي يقول لك اصل انا دخلت مجال الفريلانس ومش عارف اجيب عملاء ومش عارف انجح.
ما هو مش معنى ان انت درست حاجه ينفع اشتغلها فريلانس يبقى انا لازم انجح في حاجات تانية اللي هي اللي انا كاتباها دي. اكون ببحث، اكون بعمل بيرسونال براندنج، اكون بطور من نفسي، اكون عندي مهاره التفاوض والوصول للعملاء. فانا لو ما عملتش الحاجات دي مش هنجح كفريلانس. لان البعض بيجي يقول لي انا اخدت كورس معين وما اشتغلتش. ما هو مش الكورس اللي بيشغلك، عشان نكون حقانيين وواضحين. عشان مش انا او غيري ما تاخدش معانا كورسات وتفتكر ان انت تاني يوم الصبح هتشتغل. لا، الموضوع خطه. عشان كده انا عامله كل ده عشان اكون موفره لك الباكج الكامله. الفكره مش فكره كورس، تمام؟ الفكره فكر كامل. الكورسات موجوده في كل حته على فكره، مفيش مشكله. انا بقدم كورسات وهعلن عنها، حقي ومفيش اي مشكله في ده، بس بوفر لك الصوره كامله. طيب، فهتعرف تيجي مثلا حد يجي يقول لي انا مثلا عندي مشكله في اداره الوقت، انا شخص ما بحبش اذاكر كتير. تقول له طب خلاص ماشي، لا يبقى انت في مجال ممكن يكون مش مناسب ليك الفريلانس، ما تضيعش وقتك فيه. عادي، الناس مش زي بعضها، دي مش حاجه عيب. بس لو حابب حاجه تقدر تشتغل عليها. تمام. طيب، نرجع تاني بقى للمكتبه. فهي دي الفريلانس. هتلاقيني بقى جايبه لك فيه كل حاجه، كل حاجه. ازاي بعد ما تعرف يعني ايه فريلانس، نصايح هتساعدك لو انت بتشتغل فريلانس. حد يجي يقول لي تعالى كده معلش نشوف ايه النصايح دي. نصايح كاتباها لك مهمه. انا الكلام ده جايباه منين؟ انا الكلام ده جبته بعد ما بقالي 6 سنين شغاله فريلانس. يعني انا بكلمك من واقع خبره. حاولت اجمع خلاصه الحاجات دي واحطها في بوينتس معينه. ممكن حد يكون في الاول بيقع في الاخطاء دي، فيجي درس زي ده يساعده ويخليه يتخطى توهه ومشكله هو فيها، وبقى بشكل منظم. انت الاول كنت عشان تحصل على كل الحاجات دي بتتعب. دلوقتي هتقراها وانت مرتاح بشكل منظم، سواء فاتح اللاب او من موبايلك وانت قاعد. فالدنيا هتبقى سهله وبسيطه. يبقى دي نصايح هتساعدك. تجربتي انا مع المجال الفريلانس برضو عرضها بشكل بسيط. ناس كتير ممكن تستفاد منها، وخصوصا البنات والسيدات في حته الكارير شيفت والمسؤوليات والكلام ده. فممكن تكون، اتمنى يكون فيها الهام ليهم في اي حاجه. السؤال ده مثلا مهم جدا: ازاي اكسر رهبه اول عميل؟ كاتبها لك بالتفصيل، وده اصلا سؤال جايباه من متدرب، وكان هو اللي بعته لي على جروب تبع الكورس، وقال لي ممكن ازاي قولي لي اكسر رهبه اول عميل ازاي، اول عميل قصدي. رحت شفت ان السؤال ده مهم جدا، فما اكتفيتش ان انا ابعته له على الواتساب، انا نزلته بشكل عام. قلت له تكسر الرهبه دي ازاي. كل دي الحاجات انت محتاج تشتغل عليها علشان تنجح، قبل ما تقول انا مش عارف اشتغل فريلانس او انا ما نجحتش. الموضوع يا جماعه ما بيتمش في يوم وليله. علشان انا لما بقول لك الحقيقه انت بتبقى داخل مؤهل نفسك لده. فعادي لما تلاقي الموضوع فتح معاك في شهر واثنين وثلاثه واربعه ما تيأس. لا خلاص، ما احنا حضرنا مع جايلان وكانت قالت لنا الموضوع بياخد وقت، فانا كده ماشي في الخطوات السليمه. طب هي كانت كاتبه لنا في المحتوى المجاني اللي كانت مقدماه ان انا المفروض اطور في كذا، اظبط بورتفوليو، والحاجات اللي انا كاتباها دي بقى كلها كاتباها لك دي التفصيل. تمام. فازاي اكسر رهبه اول عميل؟ اكيد ناس بتمر بالمرحله دي هتلاقي الاجابه مش عارف اجيب شغل وبدات افكر اسيب المجال. كبالك السؤال ده، لا، الحاجات دي بتبقى اسئله بتيجي في الذهن وبتتسال لي، كانت بتتبعت لي. ما اكتفيتش ان انا اكون برد على اللي بيسالها لي او المتدربين اللي هم اوريدي بيبقوا معايا، يعني نزلت بيها محتوى مجاني خالص. تدخل بقى هنا وتشوف، كاتباها بالتفصيل. اقدر اجيب شغل ازاي؟ اقول لك حاضر. هتلاقيني كاتبه لك كل حاجه وبص بوينت. يعني انا شخص الحمد لله بهتم بالنظام جدا يعني. انا منظمه في حياتي بصراحه. فهتلاقيني حتى في طريقه العرض ببقى عامله بنظام جدا. العنوان وكل حاجه حاولت اقدمها لك بشكل بسيط، ما دوشكش، تطلع بالمفيد. تمام. كل ده. وطبعا اتمنى ان احنا بعد ما نقرا اي درس يعني تقولوا لي تقييمكم عشان اقدر اقيم المحتوى اللي انا بقدمه بشكل عام واطور منه في حاله اي شيء. ولو شايف ان في اي حاجه مفيده تقدر تعمل شير على الفيسبوك عندك او اكونت لينكد ان لو عندك. دي كده المكتبه المجانيه للمحتوى المكتوب. قسمناها ايه لاربع اقسام. طيب ادخلي بينا بقى على المرئي، اللي هو بقى فيه شرح وفيديوهات، وكاني انا كده قاعده معاك بشرح لك بالتفصيل. انت هنا المرئي المكتوب قصدي اللي عرضناه. لو انت بتحب تقرا. نرمين بتقول لي المكتبه دي بتوت ماتيريال. لا، المكتبه دي مجانيه يا نرمين. لا لا، اللينك معاكي اصلا. المكتبه دي كلها بفيديوهاتها بمحتواها المكتوب بالنصايح اللي عليها، كلها فور فري تماما تماما. انا بعت لك اللينك، تقدري تدخلي عليه مباشره وقسميها وذاكري براحتك. المكتبه دي مجانيه. وهنبدا نعرض بعدها المحتوى التاني اللي ممكن يكون المحتوى المدفوع اصلا.
هرد على اسئله يا غدا والله، بس عايزه ارد بتركيز، فخليني ان يا ريت تاجلوا اسئله عشان الاسئله ما تطلعش فوق فالحق اشوفها. تمام، فاستنوا على الاسئله شويه. طيب حد هيجي يقول لي طب ماشي المحتوى المكتوب حلو وكده، بس انا بقى عايز شويه محتوى مرئي بتفاعل معاه اكتر. اقول لك حاضر، قسمته لك بشكل منظم جدا. قسمته لك فيديوز وريل، فيديوهات تطلع منها بمعلومات، وريل وانا شخص بحب اقدم معلومات تفصيليه قوي يعني. فهتلاقيني اوريدي عامله الفيديوز والريلز ماشي. بس هتلاقي برضو عندي محاضرات مجانيه زي اللي احنا بنعملها النهارده دي، فانا مقدمه محاضرات مجانيه كتير. فهتلاقي بنعمل فتره يعني دي محاضره ازاي ادير البيزنس على السوشيال ميديا. محاضره تانية كانت لدكتوره اسماء زميلتي ومدربه كورس الفيديو اديتنج وريل كرييشن اللي انا بنظمه، هي المدرب بتاعه. فكانت عامله لنا سيشن جميله عن ازاي نستخدم كانفا وان فيديو ستوديو في الريلز. دي كانت محاضره فور فري، هتلاقيها موجوده. ازاي تبدا في الديجيتال ماركتنج، تعالوا كده هنا نشوف. ده محاضره بقى يعني، ده محتوى كبالك بس يعني ايه. انت بقى قريت دخلت على الديجيتال ماركتنج في المحتوى المكتوب وفهمت، بس برضو رجعت قلت لي نفس السؤال اللي كنت بقوله من شويه، طب انا عايز حد ياخد ويدي معايا كده ويشرح لي، احس انه فيديو بيكلمني. اقول لك حاضر، ادي انا كبالك بس محاور الفيديو اللي انت هتشوفه عن ايه. بعرفك الديجيتال ماركتنج بالتفصيل يعني ايه للناس اللي هم مشرفين النهارده. انا شفت كذا حد في الشات بيقول لي انا اول مره اهتم بالديجيتال ماركتنج او اسمع عن المجال. فانا قايله لك اشرح لك بالتفصيل الفرق بين التسويق الالكتروني والتسويق العادي او التسويق التقليدي، ايه الوظائف، يعني ايه فيديو اديتنج. كل الحاجات دي اهي. مش مطالب منك غير ان انت تروح دايس كده، ادي هيفتح لك اليوتيوب، دوس بس انت على دوس بلاي، هيجيب لك الفيديو كامل تقدر تستفيد منه. طيب والله انا بقيت انترستد بالمجال وعايز اعرف تفاصيل اكتر، خلينا نخلص المحتوى المجاني وبعد كده نبدا نشوف ممكن الدبلومه تعلمنا ايه. انا مهتمه اوريك المحتوى المجاني لانه فعلا قيم وانا فعلا بشتغل عليه يعني، والله بنفس كفاءة المحتوى اللي بقدمه اي حاجة يعني مجانية عندي، بنفس الجودة اللي ممكن تلاقيها في اي حاجة مدفوعة. طيب نيجي بقى لفيديوهات اليوتيوب. اللي متابع اليوتيوب الحمد لله في فيديوهات كتير تقدر تذاكرها في توبيك معين، تبقى هي المصدر بتاعك ما تحتاجش تدور وراه. طيب من اكتر الفيديوهات اللي يعني سمعت جدا الفيديو ده اللي هو ازاي تصمم بورتفوليو على كانفا. الفيديو ده الحمد لله مشاهداته معديه ل 21000. تدخل، انا دلوقتي عايزه اعمل بورتفوليو، سواء بقى انا شغلي ده على كانفا على هيئه، ده كان الجزء الثاني منه يعني، ده الجزء الثاني. الاولاني هو اللي كان محقق ال 21000 مشاهده. بقول لك الفيديو عن ايه اهو. دوس هنا هتتفرج على الفيديو. هتلاقي اصلا عندي على اليوتيوب 3 فيديوهات عن البورتفوليو، 2 على كانفا، وواحد على حاضر يا رانيا ما تقلقيش هحط لكم اللينكات تاني. 2 على كانفا وواحد على موقع تريلو. وتريلو ده برنامج ممتاز جدا وفي كذا استخدام تاني عامله عنه فيديو وموضحاه. فيديوهات بقى كتير، ازاي احسن افكاري التسويقيه، اجيب افكار تسويقيه ازاي بناء على رحله العميل، ازاي انشئ. معلش نعمل اكتشف المزيد كده. ازاي انشئ، انا كنت فين، هي كنت بتكلم عن لينكد ان. كان عنوان اهو ازاي انشئ حساب احترافي على لينكد ان، لان من اساسيات شغلك علشان تنجح كفريلانس ان انت يبقى عندك اكونت على لينكد ان، او ان انت تلاقي شغل. لو انت هتيجي تقول لي طب انا عايز معلش شغل فول تايم، انا مش شخص بحب الفريلانس والكلام ده، برضه لازم يكون عندك اكونت على لينكد ان والشركات تعرفك وتقدم بشكل بروفيشنال. طيب اعمل اكونت ازاي؟ مش مطالب منك غير ان انت تروح دايس كده على اللينك. والله انت شفت العنوان من بره، والله انا فعلا عايز اعمل اكونت ليه على لينكد ان، العنوان استهواك، ادخل اهو. ادي بقول لك هتتعلم ايه، بوضح لك بالتفصيل عشان ما تدخلش الفيديو كده وانت مش عارف هو فيه ايه. تشوف والله النقاط دي انا عارفها عايزها. انا بقول لك هتعمل الحاجات دي. اهميه لينكد ان ان انت تلفت الانظار لشغلك، تعمل شبكه علاقات مهنيه، تبحث عن وظائف مناسبه لمهاراتك وتطور مهاراتك. والله انا كل ده عايزه. طيب تروح دايس كده بس، مش طالب منك اكتر من كده. واليوتيوب بقى مليان بصراحه يعني، دول صفحتين حتى اهو. ازاي تكتب سكريبت للسوشيال ميديا، ازاي تعمل موقع على كانفا كبي دي اف وعلى موقع الكتروني، الفرق بين الكونتنت رايتنج والكوبي رايتنج، اهم اسئله الانترفيو لو انت كاتب محتوى، لو انترفيو في كتابه المحتوى، وحاجات تانية كتير. دول صفحتين. والله العنوان انت مهتم الفريلانسنج، الناس اللي كانت معايا لما قدمت المحتوى المكتوب، ده الفيديو ده عظيم على فكره والله ومش واخد حقه في المشاهده.
وانا شرحت فيه والله من قلبي بجد كل اللي انت عايز تعرفه. يعني ايه فريلانس، ايه عيوبه ومميزاته، لان انا ما بقولش الحاجه من وجهه نظر واحده. اي حاجه في الدنيا ليها عيوب ومميزات يا جماعه، ما فيش حاجه كلها مميزات، احنا كاشخاص فينا عيوب اصلا. فما فيش حاجه في الدنيا كلها مميزات. فانا صريحه، طب اقول لك ايه العيوب، عشان انت لو عارف الكلام ده هتأهل نفسك، مش هتتصدم. فلما مش هتتصدم هتعرف تكمل. تمام. طيب خد بالك المميزات والعيوب، المجالات إيه اللي ممكن تشتغلها، المهارات اللي تتوفر عندك، تبدا ازاي اول خطوه، وبعد كده بستعرض بشكل سريع مواقع العمل الحر كمان. كل ده مش طالبه منك غير ان انت تدخل على تدوس بس كده هيفتح لك الفيديو. واتمنى ان انت لما تخلص تقيم لي اي حاجه انت بتشوفها، تقيم لي ايه، تديني تقييم ليها كده عشان اعرف إيه المستوى ايه. فدي كده مكتبه مجانيه، حاولت اعرضها سريعا. الفيديوهات دي فيها حاجات كتير قوي بقى، فرق بين الكونتنت والكوبي، ازاي اخطط استراتيجيه المحتوى، كل ده موجود فيها. ازاي استخدم الذكاء الاصطناعي، صحيح في فيديو مهم جدا عن دي في صفحه تانيه أصلاً. اهي معلش سريعا اهو. ازاي اسعر شغلي، والله انا ناسيه. ازاي اسعر شغلي كفريلانس، ازاي استخدم ادوات الذكاء الاصطناعي، ازاي اخد بريف من العميل. حاجه اكتر الاسئله المنتشره في الديجيتال ماركتنج، اهم وظائف في الديجيتال ماركتنج اللي اتكلمنا عنها كمحتوى مكتوب، شرحتها لك بالتفصيل بداتا وماتيريال. كل ده موجود عندك. اعتقد ان انت لو قعدت على المكتبه دي. انا بدخل ازاي، انا لسه داخله، ده موقع دي منصه يا شيماء. ولينك المنصه حطيته لكم، هبعته لكم تاني، محدش يقلق. ومها مشكوره اهي بعتته، شكرا يا مها، ما اكتب معايا جدا. لينك المنصه اللي انا بتكلم عليها اهو، انا حطيته كذا مره بس ما فيش مشكله. وهبعته على شكرا يا خالد، وهبعته على الجروب ما تقلقوش. انا بتعامل ان جروب الواتساب ده اساسي معانا يعني. بس اتمنى ان احنا نفضل دايما متفاعلين عليه، لان بصراحه اللي بيزعلني على جروب الواتساب ان بلاقي الناس يعني بتبقى ايه، اللي هو كل واحد عايز يستفاد هو بس، بيتفاعل على الحاجه اللي تخصه وتفيده. انزل مثلا حاجه اقول لك ساعدني ان احنا نقيمها، ساعدني برايك، ما انا بعمل محتوى عشان الناس. فانا كمان بكون محتاجه تشجيع واعرف الراي واعرف يعني عشان خاطر اكمل. يا اما هوصل في مرحله لا خلاص خليني في الحاجه المدفوعه، ما هي المدفوعه بتجيب لي فلوس. فممكن اروح سايبه المجاني لما الاقي الناس مش بترد مش بتتفاعل. فاهمين قصدي؟ فاتمنى ان جروب الواتساب يكون دايما عليه تفاعل. احمد بيقول الصوت بيقطع عند احمد بس، ولا الصوت فيه مشكله؟ بس انا الصوت لما بيقطع بيكتب لي، يعني بيكتب لي عندي ان النت فيه مشكله. اكدوا لي كده ان الصوت تمام عشان نكمل. لا الصوت تمام يا احمد من عندك، كانوا الزملاء قالوا. خلاص ماشي حلو قوي. فدي كده المكتبه المجانيه، اعتقد ان انا ماشي حلو قوي، خلاص ركزوا معايا. فدي كده المكتبه المجانيه. يبقى انت عندك مكتبه مجانيه فيها محتوى مكتوب ومرئي، في تفاصيل التفاصيل، انت مش مطالب منك زي انت تدخل تشوف العناوين. هيبقى عندك رؤيه كامله عن الديجيتال ماركتنج، هتلاقي حاجات قيمه جدا خاصه بالكونتنت ماركتنج اللي هو تسويق المحتوى. هتفهم يعني ايه فريلانس لو انت اول مره تسمع وتايه شويه على اليوتيوب من الفيديوهات الكتيره، فهتلاقي الامور واضحه ومحدده. طيب يبقى دي كده المكتبه المجانيه. هكون شكرا يا مها، تسلمي لي يا حبيبتي. لا هو الصوت تمام، الصوت ما فيهوش حاجه خالص. لو حد عنده مشكله في الصوت واطي، انا بتكلم المايك، غير ان انا اصلا بطبيعتي صوتي عالي واكتف جدا في السيشنز والحاجات دي. فالصوت لا واطي ولا بيقطع، فاللي عنده مشكله في الصوت هي من عنده بعد اذنكم. مش الصوت تمام، انتوا اكدتوا لي انه واضح اصلا. طيب ندخل بقى على حاجه تانية. حلوه قوي، المحاضره انا سجلتها وهحاول اشوف ننزلها ازاي عشان لو حد فاته حاجة. يبقى دي المكتبه المجانيه، واتمنى ان انتوا تبداوا تذاكروها، لان والله يا جماعه والله بجد مش علشان شغلي، انا فعلا بقدم المحتوى المجاني يعني بامانه بكتب كل حاجه فيه او بشرح كل حاجه فيه بالتفصيل. تمام. لان ما تفتكرش ان هو عشان مجاني فانا بيبقى بالنسبه لي مش مهم، لا انا بالنسبه لي ان حد يستفاد، ما هي دي منفعه رهيبه بالنسبه لي، مش كل المنافع منافع ماديه. انا عايزه منفعه ماديه ومش هضحك عليك، عشان كده في كورسات مدفوعه. انا مش طالعه اقول ان انا بقدم محتوى مجاني وان انا بعمل كل ده وخلاص، لا لا لا، انا واضحه جدا وده حقي، انا بشتغل وبصرف على كل ده، يعني كل ده علشان يظهر اصلا انا صرف عليه مبلغ كبير جدا جدا. فانا بشتغل انا زي اي بني ادم محتاجه يكون ليا مصدر مدفوع يجيب لي فلوس اكيد.
فعادي جدا. لكن بقول لك دايما ان المنفعه بتنقسم للمنفعه الماديه، ومنفعه ان حد ياخد معلومه وتكون سبب في انه ينجح، دي منفعه رهيبه، دي ليها عائد على حياتي، دي فيها توفيق من عند ربنا، فانا مدركه ده. فانا بقدم المجاني وبقدم المدفوع. ولكن بطبيعه الحال مما لا شك فيه ان الحاجه المدفوعه هي اللي بيكون فيها التطبيق. اصل ازاي انا هطبق معاك في حاجه مجانيه؟ اكيد انا برضو مش شخص فاضي 24 ساعه ان هو يكون متفرغ ان هو يعمل اي حاجه بدون مقابل. انا بقول لك، انا بكلمك بمنتهى الوضوح والصراحه، عشان البعض اللي فاكر ان يجي ناس كتير قوي تزعل ليه بنقدم محتوى مدفوع. هو احنا يا جماعه مش محتاجين نشتغل زي الناس؟ او حد تاني يجي يقول اصل الكورسات غاليه. لا لا، مفيش حاجه اسمها كده، انت بتاخد فاليو، الدنيا ما بتتقاس كده. واللي بيقول الكورس غالي او حاجه، طب ما انا بقدم محتوى مجاني 100%. طب ما انا يعني انا بنفع الناس، سيبني انا كمان اشوف شغلي يعني. فالدنيا مش كده، لان في ناس تفكيرها اللي هو يعني عايز يستفاد وخلاص. وانا بتكلم بمنتهى الصراحه معاكم، لا بحلي كلام ولا بزوق كلام، انا بتكلم كل حاجه عندي جدا جدا. تمام، او كده نشوف الشات. طيب تسلموا لي يا رب. انا عارفه ان في ناس كتير يعني ما شاء الله بتبقى متفهمه كل الكلام ده، وفي ناس بتبقى يعني هي يعني عايزه تاخد وخلاص، ويعني فاكره ان انا مثلا ان المنصه دي اتعملت كده في يوم وليله انا لقيتها جاهزه، كأن كل اللي انا عملته فيها ده يعني انا ما اتعلمتوش، وتعلمته بفلوس على فكره. انا حتى الفريلانس ده، انا لما بدات المجال كان انك تحصل على معلومه فيه ما كانش الدنيا سهله زي النهارده خالص. فكل معلومه كنت بحصل عليها عشان اتعلم يعني ايه فريلانس كنت بدفع فيها فلوس. النهارده انا بقدمها مجاني، وده الحمد لله نعمه، مش حاجه وحشه. فانت ذاكرت المحتوى المجاني. طيب تيجي بقى تقول لي ايه؟ طب والله انا خلاص شفت المحتوى المجاني، بس انا حابب اطبق، حابب اتعلم اكتر، حابب يكون معايا منتور يصلح لي، حابب اطبق. اكيد مش هقدر اخليك تطبق في المحتوى في المحتوى المجاني. تمام. طيب، وبرغم من كده انت بعد ما تشوف المحتوى المجاني وتشوف ان في فاليو هتعود عليك وترتاح، لان على فكره مش شرط كل الناس تحب طريقه اي حد، عادي جدا. ممكن انت تبقى مش مرتاح لحاجه معينه، فعشان كده بقدم لك كل الحاجه اللي تاكد لك انت مرتاح في طريقتي واسلوبي. تمام. عايز تكمل، عايز تعرف معلومات اكتر في مجال، فعملت لك ايه بقى؟ خلاص قلت لي والله لا انا اقتنعت وانا شايف ان انا الديجيتال ماركتنج هبدا فيه. اقول لك طيب، وعايزه اطبق وعايز يبقى معايا بورتفوليو، واللي هيشوف المحتوى المجاني هيفهم يعني ايه بورتفوليو، هيفهم كل ده. طيب، قدمت لك على المنصه 3 كورسات مدفوعين. والكورسات بمناسبه بدايه العام، عشان عامله ان احنا نبدا السنه الجديده بتكون بدايه خير علينا كلنا، وتكون تطوير لمهارات. فبمناسبه حاجتين، مناسبه السنه الجديده ابداها بحاجه جديده، مش شرط مثلا لو انت كل سنه ما كنتش بتقدر تعمل ده، فلعل السنه دي بالسيشن دي والمنصه تكون بدايه. وتاني حاجه ان هي بدايه المنصه اللي انا شغاله عليها بالشهور، وكنت بتمنى ان انا اكون مخلصاها مع بدايه السنه، والحمد لله الحمد لله ربنا وفقني وقدرت اخلصها في التوقيت اللي انا كنت حاطه لها ديدلاين بتاعه. طيب، قدمت لك عليها ايه بقى؟ 3 كورسات مدفوعين. كورس دبلومه الديجيتال ماركتنج الشامله، دي مكونه من، خلينا اشرح لكم سريعا وبعد كده نشوف استفسارات. دي مكونه من 5 اجزاء. ايه هم ال5 اجزاء؟ اساسيات التسويق، كتابه المحتوى، استخدام الذكاء الاصطناعي، اعداد الخطه التسويقيه، ازاي اوصل للعملاء والشركات. لان انا اي حاجه بدرسها رقم 5 دي اساسيه معايا، لان احنا ما بناخدش كورس ولا دبلومه يا شباب عشان نبقى خلصناها. فانا بشوف ان الهدف الاساسي من اي محتوى انت بتاخده، كورس في اي مكان، انك تشتغل. ده الهدف. احنا هنا لا في المدرسه ولا في الجامعه بنحصل على شهاده، يعني احنا في شهاده اتمام زي ما مكتوب، لكن انا بكلمك ان انت هنا مش بتذاكر عشان الشهاده، انت هنا بتذاكر عشان رقم 5 دي. فانا بعمل لك قسم كامل فيها تقدر توصل ازاي للعملاء والشركات. لان برضو الناس اللي في بعض بيبقى عنده فكر ان هو ياخد الكورس فلازم يشتغل، لا هي مش كده. هي في خطوات للوصول للعملاء والشركات. دوري ايه؟ ان انا اقول لك ايه الخطوات دي، لكن دورك انت تطبقها عشان تشتغل. لان البعض بيجي يقول لي هو انا اخد الكورس واشتغل؟ اقول له ما اعرفش. عايزني اقول لك عشان تدفع فلوس تاخد الكورس؟ لا انا مش هقول لك كده. لكن اللي هقوله لك ان انا اقول لك ازاي توصل للعملاء والشركات. والله انت عملت الخطوات ربنا هيكرمك، ما عملتش الخطوات هي مش عيب كورسات ولا عيب حد. وفي قبل كل ده توفيق ربنا. انا مش هتدخل في توفيق ربنا لشخص. فانا ما اعرفش تشتغل ولا مش هتشتغل، بس انا اعرف ايه اللي بيساعد في الشغل، وعشان كده بوفره كمحاور اساسيه في الكورسات بتاعتي. طيب دلوقتي بقى المنصه، الكورسات مسجله.
الكورسات مسجله. بس خلينا بقى نوضح حاجه عشان ما حدش يتخض من فكره مسجله. يلا بينا، كل حاجه دلوقتي بقت متاحه انك تعرفها بمنتهى السهوله على المنصه. هتعلم ايه في الدبلومه دي؟ طيب، الجزء الاول اساسيات التسويق، وادي كل المحاور اللي فيه. هتعرف مصطلحات هامه في الديجيتال ماركتنج، الفرق بين التسويق التقليدي والتسويق العادي، انشاء صفحه الفيسبوك وضبط الاعدادات، انشاء اكونت الانستجرام وضبط الاعدادات، شرح برنامج الميتا بيزنس لاداره الفيسبوك والانستجرام. خلصت دول؟ انا مش عايزه اقرا بقى عشان حاجات كتيره جدا، يعني دي الدبلومه الرئيسيه. بس دي كل العناوين. التسويق المحتوى ده جواه عناصر ماركتنج كتير، لان انا بقول احنا بنتعلم ماركتنج مش كتابه للكتابه، فلازم اكون فاهم ماركتنج. فهتلاقي جزء التسويق بالمحتوى ده مليان بقى، فاير بيرسونا، تحديد الهدف بالشكل سمارت، كل حاجه. يعني هتلاقي فيه، خد بالكم كل حاجه بالتفصيل هندرسها. بصوا المحاور قد ايه بتاعت الكورس. خلصنا ده ندخل على الذكاء الاصطناعي، خلصناه هندخل على الخطه التسويقيه، ازاي اعمل خطه تسويقيه. وفي تمبلتس على فكره يا شباب في كل الكورسات، ليه؟ يعني مثلا الكونتنت استراتيجي والكامبين ستيتمنت انا بقدم تمبلت دايما. ليه؟ علشان انت لما تحب تطبق يبقى معاك خطوات البدء، تمبلت جاهزه انت ذاكرت تبدا تطبق. وكذلك في تمبلت الخطه التسويقيه. وبعد كده بصوا بقى الحلو اللي بقول لكم عليه، جزء الوصول للعملاء والشركات بقى، اشرح لك فيه بقى كل حاجه. البورتفوليو، التسعير، مواقع العمل الحر، ازاي اقدم الماركتنج. لما باجي اقول للعميل انا عايز بادجت معينه، ما ببعتوش رساله واتساب يا شباب، ما بقولوش انا باخد سي 1000 جنيه. في حاجه اسمها ماركتنج بروبوزل، احنا بنبعت عرض سعر بشكل بروفيشنال عشان خاطر يبين القيمه اللي انت بتقدمها. ما هي الحاجات دي اللي بتفرق في ان عميل يختار شخص عن شخص. فكل ده بقول لك تقدمه ازاي، مهارات اللي انت لازم تكتبها علشان تنجح. كل ده انا بشرحه لك. طيب، ودي كده كلها مقدمه عن الكورس، ودي فيديوهات. وبعد الكورس بتكون مؤهل لايه؟ كل كورس موجود هتكون مؤهل لايه. طيب هتيجي تقول لي ادي بصوا الكورس اهو بقى معانا، ادي الفيديوهات كلها. ادي الجزء الاول، الجزء الثاني وقفنا كده. بصوا كام فيديو. الكورس ده اصلا مدته 10 ساعات. الجزء الثالث كل حاجه. في بعض الفيديوهات فتحتها لكم كمان. يعني هنا مثلا الحاجات اللي هي عليها علامه العين دي، اللي بالقفل دي مقفوله، الحاجات دي مفتوحه. تقدر تشوف الفيديوهات المفتوحه دي، ولو انت انترستد عايز تكمل تقدر تكمل. طيب، في شهاده باتمام الكورس. بس انا الاهم عندي بقى من الشهاده، وركزوا معايا بقى في الحته الجايه دي عشان مهمه قوي. لسه كنت بقول لك ما تقلقش من ان الكورس مسجل. لا، شايف الكلمه دي؟ تاسك 1، تاسك 2، شايف؟ تعالى نفتح كده تاسك 3 هنوصل له، استنى عشان المحاور كتيره بس قوي. تاسك 3 اهو، وهكذا تاسك 4. ايه اللي انت كاتباه لنا ده؟ اوعى تفتكر ان عشان، ودي والله بمعنى الكلمه، يعني مش عايزه، مش هعمم، يعني ما بحبش فكره التعميم. بس حرفيا يعني نسبه كبيره جدا من الكورسات المسجله ما فيهاش حاجه اسمها تطبيق، وما فيهاش حاجه اسمها حد يبعت لك فيدباك. انت اصلا ما بتبقاش تتواصل مع المدرب، هو الكورس على المنصه انت بتشتريه وخلاص ومع نفسك. يعني اغلبيه المنصات، عشان ما اكونش بعمم، انا ما بقتنعش بده خالص. ومش معنى ان المتدرب اشترى مني الكورس انه انا ما اعرفوش، لا. انا فعلا بياخد منك قيمه، بس انا بفيدك بالقيمه يمكن اضعاف ما انت القيمه اللي بتدفعها حرفيا. فشايفين التاسكات دي؟ مش معنى انه مسجل ان انت مش هتطبق او ان انت هتبقى مع نفسك، لا، انت كانك معايا بس بشكل منظم، وبشكل يخليك يسمح لك ان انت تذاكر في الوقت اللي يناسبك، ويسمح لي انا كمان اتابع معاك في الوقت اللي يناسبني، يبقى احنا الاثنين استفدنا. طب هطبق ازاي؟ هوريك عملي، مش هقول لك كده وخلاص. تعالوا كده ايه نطبق اي تاسك مع بعض. الحاجات دي انا كنت عملتها، كنت تعالوا مثلا شايفين ده مقفول التاسك ده. طيب، عايزين نجيب اي تاسك كده نقدر نشتغل عليه. عايزه اوريك ازاي آه، تطبق. نطلع لتاسك انا كنت بعتها فوق. احنا مش داخلين هنا. ماشي، يلا بينا.
ادي الفيديوهات بقى كلها زي ما احنا شايفين، كل حاجه موجوده. فيديو كامل هتدوس عليه وتبدا تشوف اللي انت عايزه، ادي كل حاجه. طيب يلا بقى ورينا مثال عملي كده على التطبيق عشان خاطر نعرف ازاي نطبق. ماشي، هرسل معاكم دلوقتي تاسك واقول لك ازاي تبعت التاسك وازاي الفيدباك يجي لك. ادي تاسك، بعد كل كام فيديو بيتكلموا عن حاجه بديك التطبيق بتاعها. كده انتوا الشير قصادكم على على صفحه التاسك. بكتب لك وصف التاسك بالظبط، انا طالبه منك هنا ان انت بطلب منك حمل الملفات، رفع لك ملفات التاسك. مش معنى ان الكورس مسجل ان انا سايباك، ده زي بالظبط الناس اللي كانت واخداها لايف. بس انا غالبا وقفت اللايف دلوقتي، بشتغل لايف نادرا جدا. آه، هتحمل الملفات وتبدا ترسل التاسك، وببقى كاتبه لك ايه المطلوب. يعني هتدوس على هنا البدء في رفع المهمه، كل حاجه سهله خطوات. دوس على حاجه هتعمل هنا اهو. عايز تكتب لي اي كومنت، عايز تكتب لي اي حاجه، تكتب لي سؤال، تكتب لي ملاحظه. افرض انت ذاكرت وعايز تسال عن حاجه ما كانتش واضحه لك، او عايز تقول لي حاجه معينه، قايله لك تعمل لي كل ده، مش سايباك لوحدك. نكتب مثلا هنا تم الارسال مجازا يعني. خلاص. وبعد كده طبعا انت بتبعت في ملف بي دي اف، وخد بالك ان كل حاجه بتتبعت في بي دي اف عشان اقدر اشوفها. ندخل هنا كده مثلا هنحمل اي ملف بي دي اف يعني. ايه مثلا حملنا الملف ده. خلاص. الملف هنقول ايه اترفع، هنقول له ايه تسليم الواجب، بس كده. طبقت. قال لك ايه تم التسليم، قيد الانتظار. قيد الانتظار دي يعني ايه؟ يعني انا هشوفه وابعت لك الفيدباك. تمام. يلا بينا بقى كده. كده الشير اتغير قصادكم يا شباب. اكدوا لي بس كده عشان ما اكونش انا ملخبطه في الشير. قولوا لي كده الشير قصادكم على قولوا لي كده الشير قصادكم على اللي هي قيم الان اللي فيه الشير اتغير. اكدوا لي عشان اوريكم بس الدنيا. ما اتغيرش؟ طيب. تمام كده اتغير صح. كده الشير تمام، اه ماشي. هل انا بقى بيجي لي كل حاجه؟ ادي دلوقتي مش احنا بعتنا تطبيق مع بعض؟ انا هدخل اقيمه لك بالتفصيل وهيجي لك. انا هدخل ادي مش ده اللي احنا بعتناه، انا هحمله عندي وهديك درجه فيه عشان تعرف انت جبت مثلا 13، وهبعت لك كل الكومنتس اللي عندي. مش انت بعت لي سالتني سؤال، او انا زي ما ببعت انا اي شغل ليا ببعت فيدباك اهو. حملته واديتك الدرجه واديتك وبعت التقييم. نرجع تاني مع بعض. يلا بينا. كده الشير المفروض ان انا غيرته قصادكم على ال الكورس تاني صح. الشير اكدوا لي بس عشان اوريكم حاجه. كده الشير على حلو قوي. هتعمل كده انت ريفريش هتلاقيني بعت لك اهو. بصوا نجحت ادي الدرجه، وادي الملاحظات. المفروض بقى انا كاتبه ممتاز هنا، بس ان انا المفروض اكون كاتبه لك كل الملاحظات. فانت مش مع نفسك ولا هو مسجل، فانت مش معايا. انت الميزه في المسجل دلوقتي ان انت بتذاكر في الوقت اللي يناسبك. الفيديوهات كلها بصوا يعني كل فيديو مدته ده 7 دقائق، اطول حاجه 20 دقيقه دي اطول حاجه، 10 دقائق 16 دقيقه 15 دقيقه. فانت بتذاكر براحتك، مش بتقعد مثلا زي اللايف كنا ساعتين لازم تقعدهم غصب عنك، انت مصدع انت تعبان، لا. انت براحتك. اطول فيديو تلت ساعه. والله انت النهارده هتذاكر ساعه بس، براحتك. هتقسم الساعه دي على اليوم. الفيديو عايز تشوفه مرتين ثلاثه ده متاح براحتك. وهتبعت لي التاسك وهبعت لك الفيدباك على المنصه. انت مش مطالب منك غير ان انت تفتح هيجي لك الكومنت على شغلك من غير ما تعمل اي حاجه ولا تدور عليا ولا اي حاجه. انا بس انت عندك توقيتات هترسل فيها، وانا عندي توقيتات هبعت لك فيها، وهو لما يتبعت هيجي لك ايميل يقول لك انه اتبعت، او هتدخل على الكورس هتلاقي اتبعت. فالدنيا منظمه جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم يعني مش عايزه اعمم، بس زي ما قلت لكم نسبه كبيره جدا من الكورسات اللي بتتعمل مسجله انت بتشتري الكورس ومالكش دعوه ولا تعرف المدرب ولا حد بيرد عليك ولا بيبقى عندك فيدباك. انا ما بقتنعش بالكلام ده. انت عارفني التاسك، عارف مين مقدم الكورس، تواصل معايا، وريتك بنفسك ان التطبيق عملي. عشان حد هيجي مثلا بيسال، لان ده مره انا بقول لكم الحاجات اللي بتتوجه للناس اللي هي عايزه تهاجم وخلاص. حد جه طب وانا اخد كورس ليه؟ ما اليوتيوب موجود. قلت له براحتك ما فيش مشكله، انا نفسي واحده بقدم محتوى على اليوتيوب ما فيش مشكله. بس مما لا شك فيه ان المحتوى المدفوع فيه تطبيق، في ان انت عايز تسال بيترد عليك،
في بورتفوليو، فدي المميزات هي، لكن براحتك. فانا عامله ده، هيبعت لك الفيدباك كانك معايا بالظبط. عندك استفسار هتحطه في الملاحظات وهبعت لك الاجابه بتاعته من غير ما تدور ولا نتعب بعض ولا حاجه خالص، ولا تقعد تقول لي السؤال ما تردش عليه، كله بيجي بالشكل ده. طيب فخليني ارجع بقى كده كده الشير قصادكم اتغير صح كده. احنا كنا في الكورسات، فده خليني اوضح لكم ايه الفرق بقى سريعا كده. ماشي، شكرا الناس اللي بترد عليا. فدي الدبلومه الشامله. طيب حد هيجي يقول لي والله انا عايز الكونتنت ماركتنج فقط، يعني الدبلومه الشامله هي اللي فيها العناصر اللي احنا قلناها دي كلها، وكل حاجه موضحه بالتفصيل، المحاور كلها. يعني حد بيجي يسالني طب انا عايز اعرف الكورس هيفيدني ولا لا، اقول له ورا المحاور. انا ما اقدرش اقول لك هيفيدك ولا لا، محاور مكتوبه بالتفصيل. لو وبعدين كل الدروس دلوقتي موجوده قصادك لان هو مسجل، فانت شايف كل درس عن ايه. والله انت اقرا الدروس عن ايه، والكورس بيأهلك لايه، وهتستفاد ايه. لقيت ان المحاور دي جديده وانت ما تعرفهاش يبقى هيفيدك، لقيت ان المحاور دي انت عارفها فخلاص مفيش داعي، هي مش كورسات على الفاضي. طيب حد هيجي يقول لي طب انا عايز كونتنت ماركتنج فقط، مش عايز اخد الدبلومه كامله، اقول له مفيش مشكله، فصلتها لك لوحدها. حد هيجي يقول لي طب انا عايز اداره البيزنس والخطه التسويقيه بس، مش عايز كل دول، اقول له ما فيش مشكله، فصلتها لك لوحدها. فنقدر نقول ان الدبلومه بتاعت التسويق بالمحتوى وكورس الخطه التسويقيه هما اجزاء من الدبلومه الشامله. يعني الدبلومه الشامله شاملاهم كلهم، عايز تاخد جزء لوحده متاح لوحده براحتك. تمام. وطبعا سعرهم موجود اهو، بس الاسعار دي عشان اكون واضحه زي ما قلت لكم هي بسببين. عليها خصم اول السبب الاساسي عندي بدء تشغيل المنصه، وان انا عايزه ابدا اعرف الكومنتس عليها، وانا فرحانه بيها فعلا، فعايزه الناس تشترك، كلمه حق يعني المجهود اللي انا بذلته فيها. والحاجه الثانيه ان احنا برضو في بدايه ان احنا على العام الجديد، وانا عايزه الناس تبدا يعني تستفاد منه من الاول. يمكن يكون يعني وش خير عليها يعني احنا الاثنين نبقى خير على بعض، المنصه تبقى خير ليا وخير ليكم في التعلم. فده السبب ان انا عامله خصم 50% على الكورسات المتاحه. بس يعني عشان اكون واضحه، الخصم ده هيترفع امتى انا مش محدده قوي بصراحه، بس هو هيبقى لاول السنه، عشان خاطر الناس بيبقى عندها امكانيه يعني لحد اول الشهر، لان هي كلنا بنقبض اول الشهر يعني الناس اللي بتشتغل كفول تايم يعني، عشان اكون مدياهم مساحه. لكن بصراحه انا مش مقرره امتى، بس يعني هدخل وهعدل الاسعار عشان اكون واضحه، ده بس بمناسبه اللي هي افتتاحها. وانا فعلا زي ما بقول لك الكورس مسجل، لكن هو فيه مزايا اللايف، عشان اللي يجي يقول مثلا سعر مش مناسب لينا حاجه، انا بقدم قيمه وبقدم فاليو وبقدم وقتي برضو، لان انا برد عليك وبتفاعل معاك وبصلح شغلك، فانا شغاله معاك برضو. ففعلا انا بالنسبه لي القيمه بتكون يعني القيمه دي اقل من الفاليو اللي انت بتحصل عليه. وفي الاخر كل حد يشوف الانسب ليه، انت الانسب ليك مدفوع تمام، الانسب ليك مجاني تمام، اللي انت عايزه. تمام. هتنزل تحت كده هتلاقي لو حد من الناس اللي محتاجه اي خدمه في اداره البيزنس، لو حد عنده بيزنس دي كل الخدمات. مش عايزه بس ادخل فيها عشان ما لخبطش الدنيا دلوقتي، بس لو انت صاحب بيزنس ومعانا تشوف الخدمه اللي انت محتاجها. انا بقدم كل خدمات اداره البيزنس على السوشيال ميديا، اراء الطلبه، لان دي حاجه مهمه وده جزء بسيط جدا يعني، اللي حضروا معايا قبل كده، لان ده حقك تطلع عليها. اكتر الاسئله اللي ممكن تكون بتيجي في بالك كاتباها لك باجاباتها. الكورس مناسب لمين كاتبالك. الكورسات تطبيق عملي كاتبالك. المهارات اللي انا هكتسبها كاتبالك. الاستفاده ايه من الكورسات كاتبالك. هحصل على شهاده، ده سؤال بيتسال، وانا مش شايفه ان الشهاده ليها قيمه قصاد البورتفوليو، بس كاتبالك وعندي شهاده باتمام الكورس وكل حاجه بتطلع لك. بس انا الاهم عندي ان انت تتواصل معايا وتبعت لي التاسك وابعت لك الفيدباك، لان ده المهم عندي. مش مهم عندي تشتري الكورس وخلاص، المهم عندي تقول لي انا الحمد لله اشتغلت بفضل الكورس خدته من معاكي. هل ساحصل على وظيفه بعد الانتهاء، كبها لك بالتفصيل. اللي هو ايه المهم ان انت عشان الشغل بيتطلب منك ايه، كبالك انك تطبق، تعمل بورتفوليو، والاهم السعي ونشر خدماتك والاعلان عنها. مش كبالك صار يوم الصبح هتلاقي عروض العمل يعني بتتهافت عليك، لا انا ما بضحكش على حد. هل يمكنني تطبيق كل حاجه كبها لك. بس كده عشان ما اطولش عليكم. كده انا وضحت لكم محتوى المنصه، وزي ما قلت لكم المحتوى المجاني هكون في انتظار تذاكروه وتقولوا لي رايكم. وخدوا بالكم المحتوى المجاني ده هينزل عليه على طول، يعني ده اللي انا بدات بيه، بس انا لسه مجهزه فيديو ثانيه وحاجات ثانيه شغاله عليه. انا بس كنت شغاله مشغوله جدا في المنصه، لكن انا بحضر لفيديوهات يوتيوب كتير هتنزل، وهنزلها هنا علشان ما حدش يتوه.
والكورسات زي ما قلت لكم، وضحت لكم نظامها ونظام التطبيق وكل حاجه، وسعرها موجود قصادكم، مفيش اي مشكله. بس زي ما قلت لك عشان ما حدش يزعل ان يجي بعد كده يقول لي اصل انا شفت الكورس بكذا، لا ده مش سعر ثابت يا شباب، ودي حاجه ما تزعلش حد. زي ما بقول لك الكورس مش فكره ان انت بتشتريه وانا قاعده، انا بتابع معاك. لو انت مهتم بالتطبيق هتلاقيني، فانا باخد من وقتي حتى وهو في الكورس المسجل ان انا اتابع معاك وافتح الايميل وابص على ايه اللي اتبعت واقراه واحمله عندي وابعت لك فيدباك تفصيلي. فالاسعار دي هتكون مؤقته، وبعد كده الكورسات هتبقى بقيمتها الاساسيه. وهعمل جروب واتساب للناس المشتركين، يعني ده جروب، احنا طبيعي عندنا جروبات واتساب بتاعت، كان عندي ثلاثه اصلا، اللي هي المحاضرات المجانيه واللي هي الاستفسارات يعني اللي بنساعد بعض فيه، لكن المشتركين هعمل لهم جروب لوحدهم، بحيث مثلا لو في فرص عمل حد عايز يسال عن حاجه، هم عايزين يسالوا بعض، دول المتدربين اللي هم اوريدي مشتركين في الكورسات المدفوعه. آه، ايه رايكم؟ حد عنده اي استفسار؟ آه، طيب لينك المنصه تاني هبعته لكم علشان خاطر تبداوا تذاكروا المحتوى المجاني. واستاذنكم لما نذاكر المحتوى المجاني نعمل تقييم الدرس، يعني اي حد يشوف درس انا اكون مهتمه جدا ان انا اعرف رايك، يعني انا مش فكره ان هو خلاص شافوا المحتوى ما شافوش، لا انا يهمني افرض في حاجات محتاجه اعدلها، افرض في حاجه قول لي اعمل لي تقييم. تمام. فهكون في انتظار التقييم. وللكورسات لينك الواتساب على المنصه، تقدر تشوفه وتتواصل معايا. وزي ما قلت لك الاسعار دي هسيبها لحد يعني اول الشهر فقط، عشان خاطر الناس اللي تقدر تشترك اول الشهر. لا الكورسات المتاحه هي اللي موجوده، حد بيسال في تصميم مواقع هي لان انا لسه هنزل كورسات ثانيه، بس ده اللي احنا بادئين بيه في الديجيتال ماركتنج، وانا تخصصي في الديجيتال ماركتنج، بعيد خالص عن تصميم المواقع. بنظم كورس في الفيديو اديتنج وريل كرييشن، بتقدمه دكتور اسماء، بس بيكون من تنظيمي، وده لايف، ده بيتقدم على لايف على زوم. تمام. بس هنزل تفاصيله على المنصه برضو، بس ده لايف وبتقدمه دكتور اسماء، انا بقدم كورسات في الديجيتال ماركتنج. فاللي هيشترك في اي كورس يتواصل بقى معايا وابلغه طرق التحويل، وفي خلال يعني يومين بيكون الحساب بتاعه متفعل. بقول له بقى يعني باخد بس منه الايميل وبعمل له حساب وببعت له الايميل والباسورد يدخل بيهم ويبدا يظبط الدنيا، ووريته ازاي يرفع المهام وكل حاجه. فهكون في انتظار التقييم بتاع المحتوى المجاني، وفي انتظار اشتراكاتكم للاستفاده بالخصم اللي هو ال 50% على الكورسات المتاحه. وخد بالك انت دلوقتي هنا الكورس اللي انت بتاخده انت، يعني انا عارفه ان الكلام ده ناس كتير بتقوله، بس انت اي قيمه بتدفعها يعني بيعتبر ان انت تدفعها يعني عشان خاطر يعني تستثمرها في نفسك، تحاول انت تجيب اضعافها. يعني خد بالك حط دايما كده لنفسك هدف، والله انا دفعت 1000 جنيه في حاجه، انا عايز اخد ال 1000 جنيه دي دفعتها عادي جدا استثمرها بقى، اطبق واتعلم عشان ال 1000 دي تترد لي بعد كده مباشره واضعاف، وافضل بقى اجيب منها فلوس، اتعلم فاشتغل. فال 1000 جنيه دي خلاص تبقى مصدر، تبقى هي اللي جابت لي الرزق بعد كده، والمصدر هو ده المفروض انت تفكره، مش فكره ان انا هدفع 1000 جنيه هدفع 2000 جنيه. تمام. الكورس هنزل تفاصيله، البيس عن كورس الفيديو اديتنج بنزل تفاصيله عندي على صفحه الفيسبوك وهنزله على المنصه. راوند واحد لسه يعني راوند 12 شهر 12 شغاله، راوند واحد هنعلن عنها. طب لو اخدنا كورس نبدا شغل ازاي عشان نقيم نفسنا بمعنى التطبيق او غيره محدود تحديد اسعارنا؟ ما هو كل ده يا احمد بقى انا قايله لك، ما دور بقى يا احمد، كل اللي انت بتسال عنه ده موجود في المحتوى المجاني. او انا مش وريته لك دلوقتي، انت مش كنت من احمد كان معانا من الاول تقريبا، مقدمه لك فيديوهات كمحتوى مرئي او محتوى مكتوب عن ابدا اجيب شغل ازاي، اسعر شغل ازاي كفريلانس. كل الحاجات دي انا قايلاها في المحتوى المجاني. لا الجزء الاعلانات لسه ما نزلش، المحاور موجوده بالتفصيل، انا موضحاها بالتفصيل، الاعلانات لسه مش موجوده. انا غدا كتبت لي السؤال تاني، انا خلصت كورس ماركتنج من شهر بس مش عارفه اعمل ايه، هل ادور على شركه انزل تدريب ولو في حد همسك له شغل؟ حاضر يا غاده، لازم تعلني عن خدمتك يا غاده، انت خلصتي كورس دي خطوه حلوه، بس الكورس مش هيشغلك، انت اللي هتشغلي نفسك. الكورس علمك المهاره بس، اجيب شغل ازاي بقى؟ انا الكورس بتاعي بتاع دبلومه الديجيتال ماركتنج بيقول اوصل للعملاء ازاي، ولو قلبتي في المكتبه المجانيه هتلاقي كل ده. عشان توصلي للعملاء يا غاده محتاجه اكونت على لينكد ان، تنشري عليه محتوى بشكل مستمر. انا بيجي لي عروض شغل كتير جدا من على لينكد ان، انا لسه امبارح معتذره عن عرض شغل اصلا على لينكد ان.
تمام. الناس هي اللي بتبعت لي. فابدا اعمل اكونت على لينكد ان، وهتلاقي عندي على المكتبه ازاي اعمل اكونت. دي حاجه. ابدا انظم البورتفوليو بتاعي. ابدا ادخل على جروبات الديجيتال ماركتنج واتواصل مع العملاء واعرض خدماتي. فالموضوع محتاج خطه كده عشان اوصل للعملاء، وكل ده هتلاقيه موجود في المكتبه المجانيه بالتفصيل. كتابه السكريبت في انهي كورس؟ التسويق بالمحتوى، في كورس التسويق بالمحتوى. تسلمي يا اسماء، امين يا رب. هو مش كورس مدفوع ده، مع كورسات معاكي على طول. نسمه بتقول لي الكورسات دي معانا على طول. براحتك، يعني انت اشتريتي الكورس النهارده وهتذاكريه بعد سنه اللي يريحك. مفيش مشكله. هو ممكن اشتغل ديجيتال ماركتنج من البيت بعد الكورس؟ طبعا. ما هي هبه احنا اتكلمنا عن ده كمجال الفريلانس. ما هو الديجيتال ماركتنج من المجالات اللي تسمح تشتغل فريلانس، وكل ده موضحاه بالتفصيل. قبل يا ستي ما تشترك وتدفعي فلوس في اي حاجه، ادخلي على المكتبه المجانيه وافهمي يعني ايه فريلانس واشتغل ازاي واعمل ايه. والدبلومه بتاع الديجيتال ماركتنج موجود فيها التفاصيل دي برضو في اخر جزئيه اللي هي الوصول للعملاء والشركات. واسماء بتقول لكم اللي عايز يشتغل ديجيتال ماركتنج انا ممكن اساعده، فمش عارفه اسالوا اسماء. اسماء عارضه المساعده. هنبدا الكورس المجاني من وين؟ وتخصصي اتش ار. طيب يا جماعه، عشان الناس بتسال اسئله انا اوريدي جاوبتها. المكتبه المجانيه تقدروا تشوفوا، يعني ادخلوا عليها وشوفوا اللي انتم محتاجينه، هتلاقوا نص اسئلتكم على المكتبه المجانيه. وكورسات بعد كده اللي عايز يتخصص، الكورسات موجوده المدفوعه. في يا مروه في فيديو عن السكريبت على اليوتيوب. تقدري تشوفيه برضه. خدي لك لفه كده في المحتوى المجاني، هتلاقي فيديو عن اليوتيوب. ايه الفرق بين الديجيتال والماركتنج؟ احنا زي ما قلنا ان انت قصدك ديجيتال ماركتنج والماركتنج. الديجيتال ماركتنج يا خالد هو جزء من التسويق. لازم تبقى فاهم تسويق. عشان كده في المكتبه المجانيه عامله لك حاجه اسمها اساسيات التسويق. واحنا بندرس ماركتنج اصلا. التسويق بالمحتوى ده جوه الماركتنج بشكل عام. يعني انت ما بتحط مثلا هدف يبقى سمارت اوبجيكتيف، ما انت ده في التسويق عامه وبتستخدمه جوه الديجيتال ماركتنج. كل الحاجات دي لما الخطه التسويقيه اللي انت بتعملها للسوشيال ميديا، ما انت بتحط فيها عناصر الاس تي بي موديل، السوات اناليسيس، تحليل المنافسين، كل دي حاجات ماركتنج. فانت الديجيتال ماركتنج ده جزء من الماركتنج. ندمج التخصصين الاتش ار الديجيتال ماركتنج. انا مش عارفه محاور الاتش ار بالتفصيل، بس يا مريم الديجيتال ماركتنج بيساعدك في ان انت تسوقي لاي خدمه او منتج انت بتقدميه عامه يعني. تمام. اماني بتسالني اكتب البوستس دي ازاي. كورس تسويق المحتوى يا اماني. ادمج الديجيتال والاي اي. الاي اي دلوقتي بقى بيساعدك في كل حاجه، وده موجود اوريدي. ازاي استخدم الذكاء الاصطناعي موجود في الدبلومه لو انت هتدرس دبلومه شامله. ولو انت عايز كونتنت فقط موجود في دبلومه التسويق بالمحتوى، لانه بقى اساسي معاك. بس الاي اي او الذكاء الاصطناعي تمام جدا، بس لازم تبقى انت فاهم اساسيات. يعني الناس اللي بتقول اصل احنا مش هنتعلم تسويق المحتوى عشان الاي اي هيساعدنا، ما هو حلو اي هيساعدك، بس انت لازم تبقى فاهم ماركتنج الاول عشان هو يساعدك. يعني في حاجه في الكتابه اسمها الاي اي دي اي موديل. دي مراحل بيمر بيها العملاء. لو انا مش فاهمهم مش هعرف اخاطب الاي اي اقول له اكتب لي محتوى متوافق. انا دلوقتي العملاء بتوعي في مرحله الاتنشن، عايز محتوى في مرحله الاتنشن. انت مش فاهم اصلا يعني ايه اتنشن انترست ديزاير اكشن، فهتخاطبه ازاي؟ فاي حاجه هيديها لك هتقول له تمام. هو في الاخر بيساعدك بناء على المعطيات اللي انت بتديها له الاي اي، فانت لازم تكون فاهم عشان تدي له معطيات يساعدك بيها. لكن هو بينجز معاك جدا، بس لازم تكون دارس الاساسيات عشان تختصر في وقتك بعد كده. لا الاعلانات مش موجوده حاليا يا مريم دلوقتي. واللينكات عندكم يا جماعه تقدروا تشوفوا المحاور بالتفصيل. يعني انا مش مخبيه حاجه عشان كل واحد يبقى عارف المحاور اللي هيدرسها. قبل ما يبدا اي حاجه المحاور موجوده. تمام. طيب مش عايز اطول عليكم. يهمني جدا. هبعت لكم. هحاول انزل التسجيل وننزل بوست بالمحاضره. ويهمني جدا اعرف الفيدباك عن السيشن بشكل عام على الجروب الواتساب بتاعنا وعلى البوست لما ابعته لكم بالنسبه للفيسبوك. ويهمني اعرف تقييماتكم على المحتوى المجاني، واللي حابب يشرفني في المحتوى المدفوع ويستفاد بالخصم ويطبق معايا وابعت له الفيدباك. الكورسات موجوده، تدوس بس على الواتساب
هيحولك وتشترك، واقول لك طرق طرق الدفع. آه... تمام يا شباب، حد عنده اي استفسار؟ طيب شرفتوني، واتمنى تكون كده خير عليكم السنه الجديده، وتتعلموا فيها حاجه تفيدكم بشكل عام. وربنا يكرمكم في كل حاجه، مش الشغل فقط، في الحياه بشكل عام كلها. انا لسه كنت منزله بوست بقول ان يعني كل واحد عنده حياته الخاصه اللي ممكن يكون ناجح في حاجه معينه. النجاح مش في الشغل فقط، حياتك الشخصيه تنجح فيها والاجتماعيه، وربنا يكتب لك الخير. فدي اهم حاجه. اساسيات الذكاء الاصطناعي في المحتوى المجاني. بصي يا رانيا، هي كل حاجه موجوده في المجاني والمدفوع يعني، بس الفكره في ان انت هتوظفي ايه. يعني في فيديو عن الذكاء الاصطناعي على المحتوى على المكتبه المجانيه، وشرحها بالتفصيل وكيفيه تطبيقه وكل حاجه برضو في المحتوى في الكورسات، وبتطبقي وبتبعتيه بس كده. فشوفي المحاور هنا والمحاور هنا. زي ما بقول لكم المحتوى المجاني بيفيد، وانا بعمل فيه قصارى جهدي، بس مما لا شك فيه زي ما قلت لك ان انا كمان لازم يبقى عندي محتوى في حاجه ازيد في المجاني في المدفوع، لان ده كمان شغلي. فمش معقوله كل حاجه هتبقى فور فري. فهمتوا قصدي؟ وانا وضحت كل ده بامانه شديده يعني. امين يا رب يا جمال، علينا وعليك. تسلم يا رب على ذوق. شرفتوني، وان شاء الله نعمل بقى محاضره الجايه تكون في توبك معين نتكلم فيه ونشرحه بالتفصيل زي ما احنا كنا بنعمل. وفي انتظار جدا رايكم في المكتبه المجانيه، وفي انتظار اشتراكاتكم برضو في الكورسات المدفوعه عشان نعرف التقييم عليها باذن الله. سلام عليكم.